فأقول إن قبول الأعمال هو هم الصالحين، ولا يزهو الإنسان بأعماله ويفتخر بها، لا بما كتب وصنف، ولا بما درس وخطب في الناس، ولا بما تصدق، ولا بما صام، ولا بما صلى وقام، ولا بما قرأ من القرآن. تلاحظوا هذه الأعوام الأخيرة الناس دايما في رمضان يقول له أنت شحال ختمت، يقول له لا ما أنا والله غرني في الخامسة ولا السادسة. هذه مراءات، هذه مراءات. لا ينبغي لمسلم يريد الله والدار الآخرة أن يفتخر بختماته لقراءة كتاب الله عز وجل، بل قراءة كتاب الله عز وجل ينبغي أن تكون بتدبر لا بحساب أعداد الختمات، وأن يقرأ وهو لا يشعر بما قرأ، ولا يعرف ما قرأ، ولا يتدبر ما قرأ، بل الواجب أن يتدبر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته يختم القرآن في رمضان مرة، يأتي جبريل فيدارسه القرآن مرة، إلا في العام الذي قبض فيه جاء جبريل ودارسه القرآن مرتين، كأنه يودعه فيرسخ القرآن في قلبه. فما بال الناس اليوم يتباهون بعدد الختمات في تلاوة القرآن خاصة في رمضان، واحد يقول له راني هذه الختمة الثامنة، واحد يقول له هذه الختمة العاشرة. فنقول اسأل الله القبول، واسأل الله عز وجل أن يثبتك. وقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير العمل أدومه وإن قل. لا تقرأ القرآن في رمضان ثم تكف هذا المصحف تغلق دفتيه إلى أن يأتي رمضان، بل الواجب أن تستمر على هذا في سائر العام.